بص يا ابله النهارده عاملين عرض، النهارده عاملين عرض. اي قطعه من هنا 15 جنيه، هنا فرش الحلبي وهناك 10 جنيه. الفرش ده فرش بميارة الله. بصي دي بتمنها 25 جنيه، بيعها ب 15 جنيه. ام 25 جنيه ب 15 جنيه. بص يا ابله دي عرض. بص العود كده ثمنه 750 جنيه ب 400 ب 400. عالمي، شغل عالمي. بص يا ابله وده كمان المصفى دي ثمنها 45 جنيه، بيعها ب 25 جنيه. 25 جنيه. بص 25 جنيه 25 جنيه. البخاخه ام فين ام 125 جنيه، بيعها ب 50 جنيه. 50 جنيه ام 125 جنيه. الفرشه دي ثمنها 530 بنبيعها 65 جنيه. الفرشه الترند دي فرشه ترند 15 جنيه. بص يا عبله الطقم ده عرض الكل، عرض الكل النهارده، عرض الكل النهارده 500 500. الجولد الاصل المختوم، العرض الجولد الاصل 500. بص يا ابله حزام الستاره ابو 35 جنيه ب 20 جنيه. الكوكس ب 20 جنيه. ده حزام الستاره ابو 35 جنيه ب 20 جنيه ب 20 جنيه. ده عرض اليوم، ده عرض اليوم ابو 35 جنيه ب 20 جنيه. ده عرض اليوم. ده 55 وده 35. التوستي ده ابو 55 جنيه 35 جنيه 35 جنيه. ده كام؟ ابو حمد واحد بس 45 في السوق 45 يا ابو. كم مكبس الورق؟ 65 ابو 35 جنيه ب 20 جنيه. فرشة الكاوتشات الترند ب 20 جنيه. حبايبي الحلوين عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. وزي ما انتوا عارفين نزلنا امبارح سوق التلات في المرج زي ما كنتوا طالبين مني في الكومنتات ان احنا نروح يعني سوق التلات في المرج. ودي كانت اخر فرشة وقفنا عندها. كان طقم التسريحة ده ال3 قطع ب50 جنيه. كمان كان عنده المفرش المربع الجبلان ب50 جنيه. وتابلوهات الايات القرآنية الاسود قطيفة ومشغولة بالذهبي برضو التابلو كان ب50 جنيه. وحافظة الكنبة اللي في ايد الست دي برضو كانت ب50. الحاجات اللي وراه اللي بحكي لكم عليها كلها ب50 جنيه. المصلية بس اللي ب40. واللي عايز بقى يشوف الفيديو بالتفصيل ارجعوا للجزء اللي قبل ده على طول، في حاجات حلوة كتير. اوعوا تفوتكم وحطوا لايك للفيديو ده. والناس اللي بتشوفني لأول مرة ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس للكل عشان يوصلكم مني كل جديد. وتعالوا بقى بينا نكمل جولتنا الحلوة جدا في سوق التلات. وعايزه اقول لكم ان انا لما رحت السوق ده بجد انا قررت ان انا يعني اروحه على طول لانه حلو جدا. وطبعا الاركوبال اللي انتوا شايفينه ده حلوين، احنا بنشوفه كتير جدا في السوق من اول 15 20 25. البوله الكبيره بتاعه الشوربه اللي هي قد حله الشوربه كده كانت ب60 جنيه. ودي بقى استندات بالة كانت موجودة بتاع 20 استند كده جنب بعض كلهم ب35 جنيه ما عدا استندين 2 في الاخر كانوا ب100 جنيه القطعة. عايزة اقول لكم ان اللي ب35 جنيه دول كان عليهم قطع والله من اللي بتتحط في الوكالة ب100 وب120 جنيه. فعليا حاجات نظيفة وستايلات حلوة قوي، مش شغل بقى حاجات قديمة وستايلات لا، يعني فعلا والله استندات البالة اللي كانت موجودة في سوق التلات كانت تحفة. والناس خدت منها يا بنات ما شاء الله كميات، اللي يعني ب35 جنيه فكانت اللي بتشيل بال10 قطع. ده انتي لو هتلبسوهم تحت جاكيت، مع انهم كان فيهم بلورهات كتير جدا او كارديجانات يعني صوف. وكان فيهم حاجات كتير جدا تنفع خروج ويعني هم كلهم ينفعوا خروج. وفي حاجات بقى كانت بالتيكت بتاعها مش تيكت تركيب ولا حاجة، لا يعني بتاع 10-20 قطعة كده في كل الاستندات كانوا بالتيكت بتاعهم. وحوريكوا الكلام ده واحدة واحدة واحنا ماشيين مع بعض. فبجد اللي هتنزل سوق التلات هتتبسط قوي قوي قوي. شوية حاجات كانت حلوة قوي سواء بقى لبس ادوات مطبخ يعني كل حاجة. بصوا ده كمان عايزة اقول لكم ده هاند ميد. بصوا شياكته عاملة ازاي، كارديجان كده هاند ميد كله تحفة.
وبالتيكت، وفي حاجات تانية بالتيكت، وفي حاجات واسعة جدا الناس اللي عايزة الحاجات الواسعة. لا بجد والله العظيم يعني اما تنزلوا انزلوا بدري اهم حاجة، لان الحاجات دي مش هتستنى. يعني لو حاجات كويسة على الاستندات مش هتستنى. واللي عايزة كارديجانات كان فيه كميات وبخمسة. بصوا ده، بصوا قد ايه شياكته، بصوا قد ايه حلاوته اصلا، وب35 جنيه بس. تمام. بالنسبه للسندات اللي ب100 على ما وصلت لها يعني هوريكم منهم كام قطعه. بصوا دي ب35 جنيه والله في قمه الشياكه، تحفه. برضو ده بالتيكت. بصوا يعني كام قطعه كده كانوا بالتيكت جداد خالص بس بالتيكت الاصلي. بصوا الجاكيت الجينز ده ب35 برضو، حد خده ملحقتش اصوره بس خدت لكم منه لقطه كده. تمام. يعني الاستندات هقول بصوا مثلا القطعه دي حلوه كل حاجه بس متوسخه شويه، بس برضو حد خدها يعني لانها ما شاء الله جديده وكبيره. وطبعا الابيض بالكلور خلاص الدنيا خلصت. يعني لو هي لون تاني غير الابيض كانت الناس تخاف تاخدها، لكن ابيض خلاص. بصوا دي جميله ازاي وبالتيكت برضو، دي انا خدتها. دي بصوا بقى واسعه وطويله تحفه، سويت شيرت جميله جدا وبالتيكت بتاعها وب35 جنيه. طبعا ما سبتهاش خدتها. تمام. بصوا دي حلوه ازاي، جميله. عايزه اقول لكم بصوا تفاصيلها تحفه بجد، وواسعه وطويله للناس اللي عايزه الحاجات الواسعه الطويله. لا جميله جدا. كمان التيشيرت دي خامتها خيال بجد، وهميه. خامتها حلوه قوي قوي يعني، حاجه كده جميله جدا الصراحه. برضو اللي عايز بليزرات لا يعني السوق هيعجبكم قوي لما تنزلوا. هتقولوا لي الستاندات دي فين؟ مع سور المترو. انا ما اتعتعتش من مكاني، انا عايزه اقول لكم نزلت عند سور المترو وما اتحركتش، كله عند سور المترو. كل الكارديجانات الهاند ميد تقريبا بالتيكت وب35 جنيه. تمام. ده بقى الستاند اللي ب100 جنيه، خلي بالكم انا كنت فاكراه ب35 برضو. تمام. لان كان الستاند الوحيد اللي معلهوش كارت، اتضح ان الكارت بتاعه واقع فده ب100 جنيه. ما تتلخبطوش، ده كان ب100 جنيه بس بصراحه يستاهل، جديد برضو. ده كمان كان ب100 جنيه من على نفس الستاند اللي هو ب100. كده رجعنا تاني لل35 عشان اوعوا تتلخبطوا. علشان انا الستاند ده كان جنبهم وما كانش عليه كارت، فصورت لكم من عليه الحاجتين دول بس كانوا ب100 جنيه. باقي الحاجات اللي شفناها كلها ب35. السكارفات دي كلها برضو ب35. تمام. بصوا التيشيرت دي حلوه ازاي، يعني انتوا لو هتاخدوها للبيت ب35 وتقيله وجميله بصراحه. برضو ده طويل جدا، عايزه اقول لكم بقى تحت جاكيت تحت كوت يبقى حلو جدا. بصوا بصوا الكارديجان ده اترددت فيه ان انا اخده او اسيبه. مجرد ما سبته على الشماعه كده بس وفكرت ما لقيتوش، لانه بصراحه ما يتسابش. انا عارفه التردد مش لطيف ومش حلو، لكن فعليا اللي عايزه اقوله لكم ان كان في لقط ب35 جنيه حرفيا. الكارديجان النبيتي اللي انا سبته ده لو على اي ستاند في الوكاله مش اقل من يعني من 85 وانت طالعه، مفيش 35 دي تلاقي عليها الكلام ده خالص. فانزلوا سوق التلات بدري علشان خاطر تلاقوا الحاجات الحلوه دي زي ما قلت لكم مع سور المترو. كمية استندات ولا 20 استند جنب بعض. بعد كده بقى دي فرشة رفايع، والستاند اللي انتوا شايفينه ده تقريبا ممكن يتحط مثلا في ركنة الحمام للشامبو والحاجات دي. قال لي ب50 جنيه بس خامته حلوة جدا الصراحة. الماتيريال بتاعته عالية، والحلو فيه ان هو بيتلم زي ما انتوا شايفين كده. معظم الرفايع اللي موجودة هنا يعني حالتها كويسة، بس هما يعني ايه قال 50. انا استغليت شوية انه يبقى 50 على فرشة زي دي، بس زي ما قلتلكوا كده يعني في فصال. تمام. بس مش كل الناس بتفاصل، يعني الفرشة دي عليها 2 بياعين، واحد بيفاصل والتاني ما بيردش اساسا على اللي بيتكلموا. يعني على حسب بقى انتوا هتتقابلوا مع مين فيهم. الصينيه الاكريليك دي هو انا مش متخيله انها صينيه قوي، او ممكن تكون صينيه بس ناقصه حاجه، لان في الجناب بتاعتها لو شايفين في مكان لحاجه تقريبا ده مكان اليد ومش موجوده. قال لي ب30 جنيه، وبرده انها تبقى ناقصه حاجه وب30 جنيه فكتير عليها. تمام. فتقريبا هما بيقولوا اسعار ومنتظرين ان انتوا ايه تتكلموا فيها. بالنسبه لجهاز الواكس اللي حد سحبه من قدام الكاميرا دلوقتي قال للست عليه 50 جنيه برضو. دي برضو انا الحقيقه ما فهمتهاش قوي. هل ده بيتركب لديسبنسر الميه؟ هو في حنفيه، طب وايه علاقه فيشه الكهرباء؟ فلو حد يعرف الجهاز ده يقول لنا، هل ده مثلا فلتر ولا ده اللي بيركب للديسبنسر زي ما قلت لكم؟ هو قدامكم اهو، وانا الصراحه ما فهمتوش، بس هو جديد لسه يعني مش مستخدم. كل الحاجات دي جديده على فكره، بس بواقي.
ده باسكت بنوتاتي حلو كده قمر، يتحط في اوضه البنات، قال عليه ب40 جنيه، والغطا بتاعه موجود على الفرش برضو. تمام. ده واحد تاني بشكل تاني، شكل باندا، برضو ب40 جنيه، وده الغطا بتاعه، بس كان بعيد عليا ان انا يعني اشيله اوريهولكم. الصواني الخشب مقاسات، عنده 3 مقاسات ولكن مش رسمه واحده، يعني بواقي الأطقم. تمام. في واحدة قال لي عليها ب50، بس انا مش فاكره انهي مقاس فيهم. بصوا بقى الفوانيس دي ما شفتهمش في حته، حلوين حلاوه مفيش بعد كده. الصغير ده ب100 والكبير ب200. تمام. بس حلوين قوي، وفيهم الشمع بتاعهم زي ما انتوا شايفين كده، تحف والله العظيم، احلى من بعض كلهم. انا اللي حكمني اخدهم كلهم تحفه. الكبار كلهم سعر 200 جنيه، والصغيرين كلهم سعر 100 جنيه. شكلهم الصراحه حلو قوي. برضو العربيه اللي معايا دي فيها شويه حاجات، بصوا الحله دي هو مخبيها هنا عشان محدش يكسرها، بس فعلا حلوة قوي. هو قال عليها ب250، بس خلي بالكوا هي الايد بتاعتها اوريدي مش موجودة، يعني لازم يتركب لها ايد او يتحط، يعني تتحاول انها تتعالج. وقال لي ب250. مش عارفة الجديدة بكام، عشان هي تبقى ديفو كده او درجة تانية ب250 الصراحة، فمش عارفة. انتوا برضو لو حد يعرف سعرها جديدة بكام يقول لنا. تمام. كان بيبيع التبك والحاجات دي ب5 جنيه وب10 جنيه، هو اللي بيقيم يعني. بصوا بقى، ده فرشة ستاير اللي تحت مش متعلق. تمام. في ب40 وفي ب80 على حسب الامتار بقى، يعني كل ما كانت الامتار كتيرة كل ما كان سعرها اغلى. اللي في ايدها ده 830 جنيه. ماشي. في بقى اللي هو حاجات كده كانت الناس بتاخدها علشان مثلا لو هما دول عشان لو هيفصلوا مثلا ملايات او حاجة، ومعرفش بيستخدموهم في ايه الصراحة. هو زي الكنار اللي بيبقى في اخر الستارة من تحت، بيتباع بالمتر، المتر ب10 جنيه. وده في حد ذاته رخيص جدا ان المتر يبقى من ده ب10 جنيه. انا عايزة اقول لكم في حاجات كده عندها برضو تنفع مثلا تحطوها على كومودينو او حاجة، برضو الواحدة ب10 جنيه مدورة كده. بصوا بقى دي جميلة ازاي. بصوا دي برضو المتر فيها ب10 جنيه، كان في حد برضو بياخد منها. يعني فعلا حلو قوي. معرفش بقى ممكن يدخلوها في ايه، يعني انا سألتها قالت لي هي هتدخلها في ملايات، هتفصل ملايات سادة وملايات العروسة وهتدخلهم فيها. ماشي. بصوا برضو اللي في ايد حد بياخدها دي اللي بحكيلكوا عليها ب10 جنيه، هي هتحطهم على الكومودينو. فبصراحة فرشة الست دي حلوة قوي ومبتكرة كده، فيها حاجات كتير تشغلي دماغك بيها. تمام. انا كل ده ماشية مع سور المترو عشان ما تتوهوش مني، انا لسه ما دخلتش ناحية المساكن، هندخل بس في الغالب هيبقى الفيديو اللي جاي، اللي هو الفيديو الاخير يعتبر. ماشي. بالنسبة للسمك واسعار السمك هناك، في من اول الكيلو البلطي ب50 جنيه بس صغير، يعني قد كف الايد كده بالظبط. تمام. ماشي. فروشات البالة قلت لكم مالية السوق، سواء على طاولات او على تروسيكلات او ناس بتنادي في مزادات، كله موجود زي ما انتوا شايفين كده طاولات، والطاولات بتنادي من اول 5 جنيه و10 جنيه، الطاولة دي ب10 جنيه. فكل الحاجات دي موجودة، الناس اللي عايزة حاجات من دي في سوق التلات مليانة بكتير بكتير. طاولات عايزة اقول لكم من اول 5 جنيه، الطاولة اللي قدامنا دي ب10 جنيه. تمام. فزي ما قلت لكم بقى ايه، يعني كتير هتلاقوا. وبرده زي ما قلت لكم السوق ده شبيه جدا لسوق الخميس، او ميكس ما بين سوق الخميس وسوق الحد في الوكالة الحقيقة، تحسوه كده بيجمع بين الاتنين. من فروشات ادوات المطبخ اللي هي بواقي زي بتاعه سوق الحد، ومن بقى القماش والحاجات اللي بتبقى كلها موجودة ميكس بين القديم والجديد زي سوق الخميس كده. فالحقيقة هو متوسع اكتر شوية من سوق الخميس. تمام. اللي في المطرية ما بتكلمش عن اللي في الكابلات. والشنط اللي قدامنا دي اي شنطة ب120 جنيه. الحقيقة يعني انا ما صورتش شنط كتير في سوق التلات، علشان ايه يعني بصور لكم المميز المختلف، فاهمين قصدي، يعني ايه اللي احنا ما بنشوفوش وجديد. يعني مثلا زي فرشة السويتشيرتات دي، السويتشيرت ب60 جنيه، يعني 60 جنيه ما يجيش تمن التفصيل. هتقولوا لي مثلا الخامة مش قد كده، هقول لكم على قد فلوسه، لا ده اقل كمان من فلوسه يعني. فبصراحة برضو سعره رخيص جدا. دي فرشة عم ابو حمدي اللي ظهر معانا في بداية الفيديو. الحقيقة انا كنت صورت لكم حاجات كتير عنده، زي مثلا الرول السيلفر اللي انتوا شايفينه في زاوية الكاميرا ده ب75 جنيه 3 متر. في طقم المصفى البلاستيك ده معرفش 5 باين مع بعض ب20. في برضو المصفى ده ب20. عنده بقى مضارب سلك مثلا برضو ب20. عنده اسعار كتير حلوة الصراحة.
المصفى ده ينفع زي المندخل بالظبط، يعني للدقيق تحفة، ما بيعديش الهوا، ناعم جدا جدا. فبصراحة عجبني قوي، احسن من مصفى السلك اللي هو طقم بيجي مع بعض. بالنسبة للجوانتي السيليكون دول واحد ب75 والكبير ب100، الاحمر 75 والازرق اكبر شوية ب100. زي ما قلت لكم رول السيلفر ده 75 جنيه 3 متر. تمام كده. معاه بقى يعني رفايع كتير جدا جدا، وزي ما قلت لكم كلها حاجات مهمة جدا للمطبخ، وبيبقى عليه ناس سواء في سوق الخميس ما بقاش عارفة اقف على الفرش، سواء هنا كان في سوق التلات. انا الصراحة اتفاجئت، انا معرفش ان هما بيروحوا كل الاسواق كده. دي ب75 جنيه، بس دي ستانلس وتقيلة جدا ومحملة ما شاء الله، جميلة الصراحة. فزي ما قلت لكم رفايع المطبخ عنده حلو قوي. دي كمان الفرشة اللي ب15 جنيه، وفي فرشة تانية ب10 جنيه. هوريكم شوية رفايع من هنا وشوية من هنا، لان انا فعلا الحاجات بتاعته انا باخد منه حاجات كتير الصراحة، يعني بحب الرفايع بس اهم حاجة وانتوا بتدوروا في الفرشة دي، انا خدت اللي هي بتاعت المخلل دي، اللي هي المشرشرة دي. بس خلي بالكم من السكاكين اللي بتبقى مرمية وسط الفرش، وانتوا بتدوروا دوروا بالراحة، علشان ممكن وانتي مادة ايدك كده لا قدر الله تتعوري من سكينة تكون مكشوفة ولا حاجة. فهم بصراحة زي ما قلت لكم اسعارهم كويسة للرفايع بتاعتهم. كمان في سلك ستانلس كتير مع بعض كده برضو ب15 جنيه. في الجوانتي بتاع الدست ده حلو جدا برضو لتنظيف الازاز والرخام والحاجات دي، او حسب انتوا هتستعملوه ازاي. في الهراسات، في هراسات على فكرة في اللي ب15، وفي هراسات في اللي ب10. في برضو الجوانتي ده شفتهم بيغسلوا بيه المواعين على النت، معرفش ازاي وهل ينظف ولا لا، مش عارفة. يعني بيلبسوه كده وبدل ما تغسلي بتمسكي حاجة في ايدك، لا هو في ايدك كده تغسلي بيه. فقلت اقول لكم برضو، بس مش عارفة ممكن ينضف أو لا يعني. في هراسة التوم دي برضو حلوة جدا، زي ما قلت لكم انا شفتها في درب سعادة من زمان، يعني السنة اللي فاتت كانت غالية قوي، كان ب45 جنيه، الراجل قال لي 45 جنيه، فهو هنا بيبيعها ب15 جنيه. تمام. والقشرات، الفرش بتاعة الحوض، تنظيف الحوض، في حاجات كتير الصراحة ورفايع كتير. بس انتوا قلبوا فرش البلاط، يعني الفرشة متنوعة برضو. دي اللي بتشيل لفت المواعين اللي بتعلقيها على الحوض دي حلوة جدا. فهو عنده حاجات كتير ورفايع كتير زي ما قلت لكم. ناهيكم بقى عن مفارش السيليكون والمفارش اللي بتدخل الفرن، اللي هي بتحطيها في الصاج كده مثلا تحت الكحك والبسكوت عشان ما يلزقش، برضو موجودة. وعنده كمان كل ادوات الكحك والبسكوت، الحبال دي كلها مع بعضها كده ب15. الهراسة دي برضو ب15. فبصراحة فرشة الرفايع عند ابو حمدي تحفة، برضو حاجات حلوة جدا الصراحة. دي اللي هي بتاعة الستاير برضو هنا ب15 جنيه. انا ما كنتش عارفاها هي ايه، هو قال لي ده بيربط بيه الستاره باين. ودي السلك الستانلس زي ما قلت لكم. وبصوا الكوستر ده حلو برضو، جميل الصراحه، عامل زي الحصيره بتاعه الجبنه كده. معرفش ممكن يستعمل فيها ولا لا الصراحه، لو حد عايز يعمل جبنه بكميه صغيره بيتهيألي يبقى بيتهيألي يعني يبقى مفيد. في كمان اللي هي، قولوا معايا بقى، مريالة المطبخ اللي هي ب10 جنيه دي، بس في طقم كده على بعضه عنده ب40 جنيه. معرفش مريالة وماسك وحاجات كده، ما خدتش بالي هو بيقول ايه. ده المفرش اللي بحكي لكم عليه اللي بيخش الفرن، سواء بقى عايزه تعملي في كحك بسكوت تحطيه كده في الصاج، وبيستحمل الحراره عادي جدا. بيتحط في الصاج الالومنيوم يعني، او اي صاج مش شرط الومنيوم. ودي بتاعه المعمول ب15 جنيه. عايزه اقول لكم حلوه جدا وكل الوانها جميله، يتعمل فيها كحك معمول اي حاجه بقى. اهم بصوا الوانهم تحفة اصلا، وشكلهم حلو قوي، وخامتها تحفة انها تبقى ب15 جنيه، تحفة بجد. برضو القطعات ال3 ب10 والمناقيش ال3 ب10. ودي لقيتها على الفرش اللي ب15 جنيه، لو عايزة تعملي فيها جيليكولا، تعملي فيها شوكولاتة. اعتقد ان هي للجيلي تبقى حلوة جدا للاطفال، شكلين، شكل وردة وشكل قلب. ماشي. ده بقى الفرش اللي ب10 جنيه. وعايزة اقول لكم برضو عليه فوط مطبخ، عليه قطعات، عليه الفرشة بتاعة الحوض دي حلوة جدا الصراحة، عليه حاجات كتير قوي موجودة يعني تنفعنا في البيت. وكمان المعالق بتاعة اللي هي البلاستيك بتاعة اعياد الميلاد، مش البلاستيك الرديء، لا خامتها حلوة قوي. عايزة اقول لكم الكيس على بعضه فيه 12 ب10 جنيه. وبكده يا حلوين نكون وصلنا لنهاية الجولة بتاعتنا. استنوا منها الجزء الأخير إن شاء الله بعد ده على طول. والناس اللي ما شافتش الجزء الأول فاتكم كتير جدا، روحوا شوفوه. واشوفكم في فيديو جديد وجولة جديدة. مع السلامة.